محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين أجمل البنات. احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته حنين والتي تعد طفلته الأولى، إذ كشف عن صورة لها في طفولتها على هامش احتفاله بعيد ميلادها. ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بابنته حنين، وعلق عليها قائلا: زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت، حنين محمد رمضان، كل عيد ميلاد وانتي أجمل البنات. كانت حنين ظهرت بصحبة والدها محمد رمضان في فيديو كليب علاء الدين الذي طرحه قبل عامين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت 72 مليون مشاهدة وخطفت الأنظار في أول ظهور لها. وحنين هي ابنة محمد رمضان الكبرى من زيجته الأولى، وهو لديه 3 أولاد: حنين وعلي وكنز، ومن زوجته الثانية علي وكنز. يشار إلى أن محمد رمضان تعاقد على تقديم الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، لكن لن يعرض في رمضان 2024 حيث فضل التحضير له جيدا دون الاستعجال.